يعني نتشرف أن نكون بينكم أصدقائي أعزائي زملائي اللي خدمت معاهم حوالي 8 سنوات متواصلة، سواء في المسرح أو سواء في جريدة النصر عندما كنا زملاء الأستاذ ستيلي، أو طلبتي ربما أنا خدمت في أحمد بي، ليسي أحمد بي خدمت حوالي 7 سنين أو 8 سنوات كمدرس رياضيات لدي اختصاصين. اختصاصات وطبعا يعني اولادي يشرفني ان اولادي ولدوا هنا، زوجتي جزائريه، لكن الظروف طبعا ما خلتنيش اكمل هذه المسيره واكون معاكم دائما، ولكن جينا بعد 24 سنه بمبادره من هذه الوجوه الطيبه، من اصغر عامل تقني يرحب بي ويحتضنني الى مدير المسرح استاذ ستيلي وبقيه اخواني واصدقائي وزملائي في العمل. اللي تغير علي واللي سعيد به جدا هو العنصر النسائي العظيم اللي موجود. اليوم شفتوا تقريبا سبع ممثلات على الخشبه، شيء مفرح. متنوعات في الثقافه، متنوعات في الاشكال والجمال، كلهم جميلات طبعا بالتاكيد. منهم مخرجات شاهيناز ملفتة، الأخت شاهيناز ملفتة أيضا. أنا يعني سعيد جدا أن أشوف المدينة بهذا الجمال الجديد، بهذه الجسور الجديدة، بهذه البنية التحتية المضافة، بهذا المدن السكنية الجديدة الجميلة. أنا فقط أشعر أو أطلب منكم أن تكونوا مرتفعي الرؤوس دائما، لأنكم يعني فعلا أهلا لأن تكونون في طليعة الدول العربية لهذه الجمال. أشكركم بهذه الفضاءات الجديدة اللي فتحتوها في قسنطينة، هذا المكان الجميل اللي يصلح يكون استوديو ممثل. سعيد بأن يكون عندنا نادي المزهر الثقافي بهذا البهو الكبير الجميل. فقط بضربوا لي بالحجار، التدخين قتلني. يعني مشكلة التدخين، يعني أدعوكم أن شوي تخففوا من التدخين، خاصة داخل المسرح، يعني لأن هذا فضاء داخل مكتب المدير، وخاصة لأن هذا يعني حقيقة فضاء متحف، مش فضاء عادي هذا. والله يعني أصدقكم القول عندما يعني أعطاني الأستاذ ستيلي غرفة بس يعني شقة بسيطة في المسرح لمدة إقامتي، عندما أعمل دوش يبقى الماء، أخاف هذا الماء يبقى أخاف يعمل مشكلة بالمسرح، لأن هذا المكان أثري، يعني كل حاجة فيه هي أثر جميل، فلنحافظ على هذا البناء العظيم الفخم. وأشكركم جزيلا شكر، وأتمنى أن الأخوة اللي شاركوا بالورشة استفادوا قد ما ممكن، وإن شاء الله لدينا مشروع، يعني لدينا مشروع أن نقول لديكم مشاريع قادمة لورش قادمة، وهناك توصيات ما أعرف الأستاذ ستيلي تكون سيطرأ. نعم. وأشكركم من جديد وأشكر احترامكم إلي وممنون منكم.